كنا نتاجر بالدين فغيرنا يتاجر بالعداء للدين، والمتاجر بالدين خير ألف مرة من المتاجر بالعداء للدين. المتاجر بالقيم خير من المتاجر باستهداف القيم. والحديث عن الهم والنحن هذا له خطاب طبيعي جدا وعادي جدا. المنطق المفاصلة والتمييز بين الفسطاطين منطق حتى عقلي وواقعي، مش حتى منطق إسلامي. بمعنى طبعا هناك نحن وهم، هناك من هو هنا، هناك من هو هناك، هذا شيء طبيعي. متى وقتاش تولي فما مشكلة نقولوا هم ونحن أو أنتم ونحن؟ عندما نتحدث عن الظني، عن المسائل الاجتهاديه في الدين. انت عندما تتكلم بمنطق نحن وهم نبدو كما لو اننا نقدم ونمثل الاسلام. هناك مشكله، لكن عندما نتحدث عن معلوم من الدين بالضروره فنحن نتحدث عندما نتحدث عن نحن وهم فنحن نتحدث في النهايه عن مسلم وغير مسلم. ما المشكله عندما نتحدث عن انت كمسلمه، عندما انا اتحدث عن المسلمين وغير المسلمين؟ ما مشكلتك في هذا؟ انت تضعين نفسك بشكل آلي ضمن المسلمين، ضمن النحن. إن كنت لا ترين نفسك ضمن هؤلاء النحن، إذا المشكلة فيك أنت يجب تراجع عقيدتك في نهاية الأمر. إذا وطبعا هذه لو السيطرة العلمانية على تواصل يمكن الإسلاميين، ما فماش وحدة، ما فماش كما قال هو التناقض. ربما اختلف مع الأستاذ رضا في هذه النقطة، لأن نحن والهم ضرورية، مع هذا الخطاب ضروري. لماذا؟ للمفاصلة. يجب نحن في مرحلة مميزة، في مرحلة يعني فرز إن صح التعبير. هذا الفرز يحتاج إلى ضمير المتكلمين وضمير المخاطبين. لكن نحن عندما يكون أغلبية، عندما تقول الشعب التونسي كله يعلم إنه المرأة عندما نقول نحن فقط بين والحرام بين. للأسف مش يكون هكذا. هذا كلام حال. أغلبية. لا رمضان المشكلة لتونس المسلمين. نعم. فلا يقولوا نحن رمضان نصوم. ما هو يجب لا باش نقول لك علاش. مع وجودي. لا لكن من يسيطر عليهم شكون؟ ليس نحن. هم الهم. إذا هذا يجعلنا نراجع موقفنا، لا نتحدث بنحن فقط، لأن زاد لو تحدثنا بنحن فقط سنسقط في ذلك الخطاب العلماني التلفيقي. الإعلام اليوم موجود في الوقت هذا اللي يسيطر على الإعلام ربما حسب ما قلت أنت الهم يعني، لكن اليوم موجود مواقع التواصل الاجتماعي، موجود الناس تحل مباشرة مع الأشخاص الإسلاميين عندهم من يتكلموا، عندهم أنصارهم من يسمعوهم. لا الاعلام راهو البديل لم ياخذ بعد راهو مكان الاعلام الكلاسيكي، ما زال الاعلام الكلاسيكي سطوته بدليل المليارات التي تذهب الى هذا الاعلام. اذا ما يوجد في الاعلام الكلاسيكي هو الذي يجب ان نتحدث عنه بالدرجه الاولى، لان الخطاب البديل يبقى خطابا بديلا وخطابا ثانويا، ما زال ثانويا رغم تقدمه ورغم انه ربح بعض المساحات الفارغه ان صح التعبير. نعود إلى خطاب النحن والهم. خطاب النحن والهم هذا خطاب ضروري للمفاصلة، للممايزة، زاد مهم جدا من أجل توجيه الناس إلى أن الصراع إلى حقيقة الصراع كما قلنا، صراع الهوية. ما دمنا نتحدث عن صراع الهوية فيجب أن نتحدث بالنحن والهم. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الخطاب المفاصلة موجود حتى في القرآن الكريم، هدى ضلال الذين كفروا الذين آمنوا أصحاب اليمين أصحاب الشمال، الحق والباطل، هذه الفاصله بين الفسطاطين. ضيق مسلم نحن كما قلنا هناك نحن مسلمون على الجمله. عندما نقول مسلمون على الجمله هذا فيها الكثير من التفصيل وعناوين الفرعيه، بمعنى اننا للاسف الشديد اصبحنا نختلف حتى في بعض الثوابت فيما لا يفترض ان نختلف فيه، في المعلوم من الدين بالضروره. هناك من لا يستطيع الراي حتى في المعلوم من الدين بالضروره، سبحان الله. يجب ان نقول عنهم انهم هم وليسوا نحن. واريد نقطه وحيده. لا أنا لم أرى أي شيء، لم أرى أي إشكال في خطاب محمد العفاس، خطاب طبيعي جدا، ذلك ما يجب أن يكون بالنسبة إلي. المشكلة في من تفاعل مع ذلك الخطاب ومع ذلك الكلام بشكل سلبي. خطاب العفاس ليس خطابا تقسيميا، بمعنى أنه ليس خطابا يؤسس للانقسام، هو خطاب يرصد الانقسام ويقوله كما هو. هذا هو موجود. هناك انقسام في المجتمع نقله محمد العفاس بالنحن والهم، وهو طبيعي جدا لانه يتحدث كما قلت سابقا كما اسلفت، يتحدث عن معلوم من الدين بالضروره، عن الزنا. من يختلف معنا يعني في انه الزنا حرام وفي ان ما يفعل بين الذكر والانثى في غير حلال يسمى زنا. في اغلبيه التونسيين المشكله مش حكايه اغلبيه، والمشكله فيما يصدر في الاعلام. المشكله فم الاعلام المتصدر الان يجعل حتى مثل هذه الامور محل نقاش. هذاك علاش ديما نقول ان النمط الثقافي السائد هو نمط مراجعي ريفيزيونيست، بمعنى يجعلك تراجع حتى ثوابتك، فهمني؟ وهذا هو الاشكال. ما دام هذا الاعلام علمانيا الى النخاع فيجب ان نحتفظ بالنحن والهم. هذا رايي
ودائما نقول يجب أن نبتعد عن ذلك الخطاب العلماني التلفيقي الذي يضع الجميع في سلة واحدة. لا أستطيع أن نفوت هذه المصافحة دون أن أشير إلى أن عقود التعريب العلماني قد تسببت في خلل حاد، وهو الربط الآلي بين الشرعية وصندوق الاختراع حصرا وقصرا وتحديدا. يفترض أن ترتبط الشرعية بالشريعة غيابا أو حضورا. نحن كمسلمين يجب أن نربط موقفنا من السياسة بالإسلام بالدين، رغم أن الدين في الإسلام سابق على كيانية الدولة، على عكس ما حدث في أوروبا مع المسيحية عندما تنصر قسطنطين الأول في القرن الرابع. فسابقية الدين على كيانية الدولة يفترض أن ترتبط منذ ذلك الحين الشرعية بالشريعة. هذا لم يحدث بفعل التعريب العلماني والقولبة العلمانية للتفكير. عطفا على كلام الأستاذ رضا عندما تحدث عن نوازع العلمانية في وصف الآخر المختلف بالتطرف. ويليام كافانو في كتابه أسطورة العنف الديني يرد على الربط بين الدين والعنف بكونه محاولة علمانية لتبييض العنف العلماني. يعني عندما أريد أن أبيض العنف الذي هو باسم المثل العلمانية أقول إن سبب العنف هو الدين. هذه نقطة مهمة. على كل حال أردت أن أكمل بخبر جيد. الخبر الجيد أن جدار الخوف ما زال محطما، والهالة المحيطة بالمسؤول السياسي أصبحت جزءا من الماضي، وبالتالي يمكنه أن نقول بكل ثقة بأن القابلية للاستبداد قد انتهت وولت بغير رجع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. عندنا تفاعل